بقول لك ايه، انت عارفه بعدتك دي مفكراني بمين؟ مين؟ امير عيد. اشمعنى؟ هدوء وروقان وحاجه كده، انا مش مصدقه، اللي هو عايشه في السحاب فوق، مش معانا على الكوكب هنا. يعني امير عيد ده عارفه اللي هو ايه، صاحي من النوم كده رايق زي اللي انت عاملاه بالظبط ده، اللي هو مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه بتقابلنا، يوم جديد كله حياه، شمس تنور وناس وهواء، اي حاجه بتتقال صباح الخير. هو عمل بتاع مثلا 5 6 اغاني عن صباح الخير دي بس. يعني عندك مثلا طلع الصباح كل الجمال في طلعت صباح الخير، اغنيه ثانيه. يوم جديد كله حياه وشمس بتبتسم وناس وهواء، اغنيه ثالثه. كل حاجه عنده بتفكرني بقعدتك وسكوتك وهدوءك ده، ان الدنيا جميله جدا. مثلا انت نازله رايحه شغلك الصبح، طالعه كوبري اكتوبر، قرف وزهق وعرق وتلزيق 3 ساعات، 5 عربيات شتمتيهم وانت في الطريق بس. يعني عارفه اللي هو احنا راجعين تعبانين وعرقانين وحرانين وزهقانين في الجو ده، وامير عيد بالنسبه له لا، بكره الشمس تطلع عادي، هو اتعشى ونام، ما هو كل يوم بدايه جوه خيالك، وهكذا بقى اي كلام. طب اكلمك عن خيال امير عيد مثلا. انت عارفه ان امير عيد عنده يعني مختلف برضه في الحته دي، هو اصلا اغانيه كلها قائمه تقريبا في الزاويه دي. امير عيد يوم ما حصلت معاه مشاكل وبدا يحس باللي احنا بنحس بيه، عمل اغنيه اسمها الديناصور. هو لما حس بمعاناتنا ومشاكلنا واللي احنا بنعاني منه كل يوم في حياتنا، هو قرر ينزل على ارض الواقع. هو كده بالنسبه له نزل عشان يتكلم عن القصه دي، فهو كل اللي عمله ان هو قعد يجري 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 وراح لابو الهول عشان يشتكي له. ايوه بالظبط، هو ده اللي ابو الهول كان يعمله، ولكن لظروف صحيه ما قدرش ان هو يعمله. وخدي بقى من الهواء اللي بيتعبى في ازايز ده طول الوقت. يعني هو مثلا امير عيد طول عمرنا شايفينه قاعد بالجيتار في حياتنا كلها، فكان عامل اغنيه بيقول يا لو عندي جيتار، اما انت بتعمل ايه ده؟ وبعدين انا نجم بس ما فيش سما، عندي جناحات بس ما فيش هوا. طب ما هو تشبيه عادي يعني. ما انا ما عنديش مشكله في التشبيه، مش دي مشكلتي، انا مشكلتي في اللا منطق اللي هو بيتكلم بيه. يعني هو مثلا لو داخل خناقه وعمل فيها ساموراي وقام مطلع الناي وعازف بيه، انت عارفه هو ممكن يموت الناس من الطرب، هو بيعمل ايه؟ انت عارفه الناي ده هيبقى مصيره فين؟ هو ممكن يكون كل اللي في خياله ان هو هيتربط باستك وسط ناس بلاستيك، بس مش دي الحقيقه، مش ده اللي هيحصل معاه. يعني هو مثلا كان زمان عامل اغنيه، كان عارفه بيقول ايه؟ بيقول والله ما عايز غير بيت، وواحده الصبح بتفرد ضفايرها، وعيال بتجري عليا من قبل حتى ما انادلها، حاجه كده يعني تقريبا. طب ما هو متفائل وعايز استقرار اهو. ما انا مش بتكلم برضه في الاستقرار، ما هو ما يعيش حياته كلها دي ويفضل يقنعنا ان هي البساطه والحل في الكلام الجميل ده، ويجي في اخر 24 ساعه في نهايه العالم يروح يجيب بالباقي البان. ما هي دي برضه انا مش منطقيه بالنسبه لي. بس عارفه والله انا بحب روقانه ده ومريحني جدا. عارفه انا احب اسمعه واحب اقعد تمام يعني بالنسبه لي. انت بتعمل ايه؟ يا بنتي مسجره جابت جوان وجوان جاب حبايه.